وعايز اكمل لكم الموضوع بتاع قبل ما اخش على النادي الاهلي وتجديد او تمديد عقد مارسيل كولر المدير الفني السويسري المميز. عايز اقول لكم اكمل لكم على حاجه. الناس برضو ورسالتي للاستاذ عمرو اديب صديقي العزيز وواحد من الناس اللي انا بقدرها وبحترمها جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. بفكركم برضو عشان خناقتكم مع المستشار مرتضى منصور يعني تفضل معاه هو، وما تقولوش كلام مش صح بعد اذنكم. يعني مش حقيقه ان 60 70% من لعيبه الزمالك نفسهم يسيبوا الزمالك، واسال كل لعيبه الزمالك اللي موجوده. الحقيقه اللي ممكن البعض ما نقلهاش ليك يا استاذ عمرو وبعض الساده اللي بيرددوا الكلام ده، ان زيزو احسن لعيب في مصر زي ما قلت لكم، كان عنده ان هو ممكن يروح انديه منافسه واختار ان هو يقعد في الزمالك، لان الزمالك نادي عظيم اي حد يتمنى يلعب فيه. محمد صبحي مش هروح بعيد، حارس المرمى النادي الاهلي كان هيموت عليه، والناس قالت خلاص صبحي في الاهلي، صح؟ واتشتم من جمهور الزمالك ماتش فاركو، وتفعيل بند الشراء من فاركو، فاكرين القصه دي صح؟ 15 مليون جنيه وبتاع. صبحي اختار يلعب فين؟ صبحي حارس مرمى الزمالك اختار يلعب فين؟ اختار يلعب في الزمالك، لان الزمالك عظيم ونادي تاريخه كبير جدا، بيمر بمشاكل وعنده في حاجات في مشاكل احنا عارفينها ومتفقين عليها، لكن الزمالك يعني اي حد يتمنى يلعب فيه. وما كانش رايح ان هو يبقى الجول كيبر الاساسي يعني، وراح الزمالك. نفس الكلام مصطفى شلبي في الانتقالات الاخيره، الراجل كان عنده الاهلي والزمالك، والراجل في الاخر هو موجود بيلعب فين؟ دخل في مفاوضات مباشره الاهلي والزمالك فيه، بيلعب فين؟ قول حدث ولا حرج، من اول خالد قمر ومعروف يوسف ودويدار. انا كنت قاعد على يعني سامع الكلام بعنايه، واللعيبه بتقول احنا عايزين نلعب في الزمالك. فارجوكوا ما تخلوش الخناقه تاخدكوا لحته تاذي الزمالك، وما ترددوش كلام لجان مدفوعه الاجر بتردد الكلام ده عشان توقع الزمالك. الكلام ده لما يتقال في برنامج تحت بير السلم وبتاع وكده نعمل نفسنا مش واخدين باله، انما عمرو اديب ده قيمه كبيره جدا. الاستاذ عمرو اديب ده انا يعني بالنسبه لكل الناس يعني ومعظم المشاهدين بيتابعوه بشكل كبير. انا بدافع عن الزمالك، خلي بالكم، انا مش بدافع عن اشخاص، مش بدافع عن اشخاص، ولا ليا مصلحه لمصلحه الزمالك بس. وتاني انا مش في خناقه مع حد وفي خصومه مع حد. الاستاذ محمد عثمان، المستشار محمد عثمان محامي النادي الاهلي، امبارح طلع مع الاستاذ عمرو اديب يعني بيقول ان احنا متاكدين ان في حد ممكن بيحرك ميدو، وان في حد الكلام ده مش كلامه، بغض النظر عن موضوع الكلام، دي قصه هنتكلم فيها بعدين. لكن مهم جدا يا استاذ محمد. وتاني انا مش داخل في خصومه معاك، مع كامل الاحترام ليك. اسال على ميدو كويس، اسال على ميدو كويس، اسال المحامي بتاعي الاستاذ عصام بسخرون. انا عارف ان هو صديق شخصي ليك. ميدو محدش بيعرف يحركه، ميدو محدش بيعرف يحركه، وميدو طول عمره مشكلته الرئيسيه ان محدش بيعرف يحركه. كل الخناقات اللي انا دخلتها في حياتي دي عشان كان في ناس بتحاول انها تحركني. انا مش زعلان منك على فكره، لان انت ما تعرفنيش، انا عارف. لو عرفتني كويس عمرك ما كنت هتقول عليا الكلام ده. انا مش صغير، انا مش صغير. ومش تاني بوجه لك رساله، انا مش في خناقه مع حد ولا اشخاص ولا اشخاص. في حقائق كتير هتبان الفتره الجايه، وهنتكلم في وقتها معاك برضو. لكن ما تطلعش في التلفزيون تقول ميدو حد بيحركه، انت ما تعرفش ميدو. انا مش زعلان منك لان انت ما تعرفنيش، انا ما حدش بيعرف يحركني، صدقني.